مدن نينوى أسماء وأصول. بعشيقة بلدة تقوم على 16 ميلا شرقي الموصل، وهي مركز ناحية بعشيقة التابعة لقضاء الموصل في لواء الموصل، يسكنها المسلمون والنصارى واليزيدية، ولغتهم جميعا العربية. وبعشيقة، ويسميها الناس في وقتنا بعشيقة وبحشيقة، لفظة سريانية، وهي بيث شيقة، بمعنى بيت الظالم أو الفاسد أو المتشامخ، أو لعلها من بيت شحيقي أي بيت المنكوبين. ولبعشيقة ذكر قديم في كتب التاريخ والبلدان، ومن أقدم أخبارها ما ذكره ابن الأثير في تاريخه في حوادث سنة 892 للميلاد، فقد قال إن بني شيبان نزلوها في أثناء حروب الخوارج، وكان معهم هارون بن سليمان مولى أحمد بن عيسى الشيخ الشيباني صاحب ديار بكر. ووصفها ياقوت وصفا حسنا بقوله: بعشيقة، الشين معجمة مكسورة وياء ساكنة وقاف مقصورة، من قرى الموصل، وهي مدينة من نواحي نينوى في شرقي دجلة. لها نهر جار يسقي بساتينها، وتدار به عدة أرحاء، وبها دار إمارة، ويشق النهر في وسط البلد، والغالب على شجر بساتينها الزيتون والنخل والنارنج، ولها سوق كبير، وفيها حمامات وقيسارية يباع فيها البز، وبها جامع كبير حسن له منارة، وبها قبر الشيخ أبي محمد الراذاني الزاهد، وبينها وبين الموصل 3 فراسخ أو 4، وأكثر أهلها نصارى، وإلى جنبها قرية أخرى كبيرة ذات أسواق وبساتين متصلة. قلنا إن النهر الذي أشار إليه ياقوت إنما هو عين ماء جارية تنبع من جبل بعشيقة، وينحدر ماؤها فيدير أرحية، ثم يسقي بعشيقة وزروعها. أما النخل والنارنج فلا نجدهما في بساتين بعشيقة التي تكاد تكون في جملتها أشجار الزيتون. وأما القرية التي إلى جنبها ولم يسمها ياقوت فإنما هي بحزاني، وقد سبق ذكرها. وقد قلنا إن أهل بعشيقة مسلمون ونصارى ويزيدية، وأغلبهم من اليزيدية، والنصارى فيها فرقتان من السريان، وهما أرثوذكس وكاثوليك. وهذا هو مجمل التعليق على كلام ياقوت في صفة بعشيقة التي أشار إليها في معجمه غير مرة. ولم يخرج ابن عبد الحق عن اختصار ما أورده ياقوت عن بعشيقة. وكان البشاري المقدسي 104 للهجرة 10 للميلاد قد ذكر بعشيقة بما هذا نصه: على بريد من الموصل قرية بعشيقة، بها نبت من قلعة، وبه بواسير أو خنازير سقطت عنه، فإن بعث من به هاتان العلتان رجلا بدرهم ومسلة إلى قوم، ثم يتوارثونها، فحملها أحدهم إلى ذلك النبت فقلعه على اسم صاحب العلة، برئ ولو كان بالشاش، ويستنفع الرجل بالدرهم. اشتهر من أبناء بعشيقة في القرن 7 للهجرة أي 13 الميلاد شمس الدين محمد بن يونس البعشيقي، ذكره ابن العبري غير مرة في تاريخه في حوادث سنة 659 و660 للهجرة.
وذكر مؤلف الكتاب المسمى بالحوادث الجامعة أن الأمير سنداغ المغولي رتب ابن يونس البعشيقي سنة 660 للهجرة واليا على الموصل. واشتهر أيضا من أبناء بعشيقة القس يوسف مروكي البعشيقي المتوفى سنة 1926، له زجلية في 75 بيتا في مدح مار بهنام وقد طبعت. وتوفيق السمعاني الأديب الصحفي الشهير صاحب جريدة الزمان البغدادية الذي ولد سنة 1904 للميلاد. تشتهر بعشيقة باستخلاص زيت الزيتون وبصناعة الصابون منه، وهي تصدرهما إلى الموصل وإلى كثير من أنحاء شمال العراق. وفي بعشيقة أيضا مسجد لعله أقيم في موضع المسجد القديم الذي نوه به ياقوت، وكنيستان للسريان الكاثوليك على اسم مريم العذراء، إحداهما قديمة بنيت في مطلع القرن 19، والثانية حديثة تم إنشاؤها في عام 1924. وكنيسة للسريان الأرثوذكس على اسم القديسة شموني، وهنالك بضعة مراقد لأئمة اليزيدية منها الشيخ محمد وملكي ميران وناصر الدين والست نفيسة. وفي ظاهر بعشيقة في جنوبها بينها وبين مرقد الشيخ محمد المذكور أسس بناء زالت معالمه يتناقل أهل بعشيقة أنه بقايا دير يقال له دير مار جورجيز. كانت بعشيقة في أوائل القرن 19 مقرا لقسم من الجيش السادس الدنجي أوردو يرتبط بالفرقة 24 اللواء 47 الآلاي 94. وفي أسفل بعشيقة على ميل منها تل أثري يعرف بتل بلا.